عايز طاقة أعلى ومزاج أحسن، عايز تحسن صحتك ونشاطك من غير تعيكم معايا عشان أقول لكم الخطة الشاملة للصحة الكاملة مع دكتور أحمد وهدان الشهير بدكتور دايموند. 7 حاجات لو عملتهم في 7 أيام هيغيروا حياتك. الفيديو ده هيكلفك 8 دقايق من وقتك لكن ممكن يغير حياتك. هنعمل خطة يومية هنمشي عليها خطوة بخطوة هتلمس نتائجها من أول أسبوع. وعشان تعرف الحاجات دي فرقت في صحتك إزاي، صور نفسك قبل وبعد واعمل تحاليل قبل وبعد وشوف صحتك اتغيرت ازاي. اول واهم حاجه في الخطه النوم. عايز تنام صح؟ تعالى وهدان هيقول لك ازاي. النوم مش رفاهيه، ده وقت جسمك بيتصالح وبيرمم نفسه. عشان كده لو نمت 8 ساعات حاجات كتير في حياتك وفي صحتك هتتغير. النوم الصح يبقى ننام قبل الساعة 10 أو قبل الساعة 11 بالكتير، ونحسن من جودة النوم إن احنا نبعد عن الكافيين والشاشات قبل ما ننام، ده هيحمينا من كتير من الأمراض. اكتب لي حاجة تانية ازاي تحسن صحتك، شحن الطاقة الروحانية أو المديتيشن. عايز تعرف ازاي؟ تعالى وهدان هيقول لك ازاي. المديتيشن أو التأمل مهم، واحنا كناس مؤمنين بنستبدل ده بالصلاة والدعاء والتضرع لربنا سبحانه وتعالى. هدي دماغك بالتأمل 10 دقائق كل يوم، اختار الطريقة اللي تعجبك. عايز تعمل يوجا، عايز تصلي، عايز تدعي بخشوع ورجاء لربنا سبحانه وتعالى، ده هيفرق معاك كتير. كلها طرق بتهدي الأعصاب وبتخفض هرمونات التوتر وتخليك تكمل صح وتكمل بارتياح في اليوم الطويل اللي قدام. الحاجة الثالثة اللي هتعملها انك تبدأ يومك برياضة. عشان تبدأ يومك صح ابدأ يومك ب5 دقائق تمرينات رياضية بوزن الجسم. تعالى وهدان هيقول لك تعملها ازاي. 10 عدات سكوات، 10 عدات بوش اب، 10 عدات ماونتن كلايمر، تعملهم لمدة 5 دقائق في أول يومك، ده هيفرق في صحتك كتير. التمرينات الرياضية غير انها تحسن صحتك وبتزود عضلاتك وتخليك تخس، بتزود هرمونات السعادة وتحسن مودك وبتفرق معاك كتير. الرابعة ومن أهم الحاجات في النظام الصحي اللي هنعمله التغذية. وأحسن نظام تستخدمه في التغذية عشان صحتك، تعالى وهدان هيقول لك إيه هو. أحسن نظام غذائي تعمله عشان تخس وعشان تحسن صحتك هو نظام الصيام المتقطع. وإحنا هنتكلم هنا لو هتعمل نظام صيام متقطع أو لو هتاكل أكل عادي. أولا لو هنعمل نظام الصيام المتقطع هنصوم 16 ساعة، 8 ساعات النوم، 4 ساعات قبلهم و4 ساعات بعدهم. أول وجبة لازم تبدأ بألياف غذائية. الألياف الغذائية يا إما ناخدها طبق سلطة، أو أنا بحب جدا الجرين سموثي أو العصير الأخضر، بحب جدا عصير الكرفس وبحط عليه معلقتين ساليوم هاسك أو الإسبيجول وتحطهم في الخلاط. قنبلة ألياف وقنبلة شبع وتغذي الميكروبيوم وتحسن صحتك بطريقة ما تتخيلهاش. بعد كده بناخد البروتين، البيض، بيض مسلوق أو بيض مقلي بزيت الزيتون، ممكن تستبدله بزبادي يوناني أو تستبدله ببروتينات نباتية زي الفول أو العدس أو التوفو وخلافه. بعد كده بناخد الدهون الصحية اللي هي المكسرات، طبعا مليئة بالأوميجا 3 ومليئة بالفيتامينات والمعادن. وأحلى مكسرات ناخدها الصبح اللوز أو عين الجمل. حد هيقول لي يا عم أحمد ما معيش فلوس، يا عم كل فول سوداني، كل سمسم، كل أي حاجة تقدر تجيبها. دي كانت الوجبة الأولانية. طبعا الوجبة الأولانية دي عشان ما كلناش فيها نشويات هنفضل شبعانين لمدة طويلة، وبين الوجبتين اللي احنا هناكلهم في فترة الصيام نشرب مية وشاي وقهوة بمحليات طبيعية ومن غير سكر. هنيجي الوجبة الثانية اللي هي الوجبة الأخرانية لو صيام متقطع أو وجبة الغداء لو كنا بناكل عادي. هنبدأها الأول بكوبايتين مية، والموضوع ده مهم جدا لأن في أغلب الأحيان مخك ما بيفرقش بين الجوع والعطش، فتكون عطشان والإشارات تيجي لك إنك جعان، لكن تشرب مية تلاقي الجوع راح. بعد كوبايتين المية بتاخد طبق سلطة وركز على الخضروات الورقية. الخضروات الورقية بتحط عليها خل التفاح العضوي والليمون. الدريسنج مهم جدا يا جماعة، بيحرق الدهون وبيحسس بالشبع. بعد كده نبدأ ناخد حصتنا في البروتينات، 150 جرام على الأقل وزن لحمة أو فراخ أو سمك أو بروتينات نباتية لو ما معناش نجيب بروتينات حيوانية. أهم حاجة في الترتيب اللي بقول لك عليه، لأن الترتيب ده هو اللي بيخليك لغاية ما توصل إنك تاكل البروتينات بتبقى خلاص شبعت، مفيش مكان للنشويات. لو مصر تاكل نشويات بعد ده كله يبقى النشويات المعقدة، بلاش سكر، بلاش منتجات دقيق وبروتين. هناخد بطاطا حلوة، بقوليات، برغل، فريك، الجريشكا أو الباكويت اللي مشهورة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وأخيرا الرز. طبعا أنا لو عامل صيام متقطع يومي كده خلص وبكمل. لو أنا مش صيام متقطع باجي في العشاء باخد حاجة خفيفة، باخد ثمرة فاكهة، باخد شوية خضار، باخد زبادي يوناني بس وانام، مش لازم ادبها. ويستحسن الأكل يبقى على الأقل قبل النوم ب4 ساعات، مش أقل من كده. مش عايز أقول إن في نظامنا الغذائي لازم نمنع كل اللحوم المصنعة، لازم نمنع كل ما هو مقلي، ونمنع الزيوت النباتية المهدرجة. طبعا من ضمن النظام الغذائي لازم نشرب على الأقل 2 لتر مية. الحاجة الخامسة جيشك السري اللي هو الميكروبيوم. عايز تعرف ازاي تزود الميكروبيوم؟ تعال وهدان هيقول لك ازاي. في عالم صغير جوه امعائك بيأثر على صحتك ومناعتك ومزاجك. بنزود الميكروبيوم ب3 خطوات. الحاجة الأولانية ان احنا ما نقتلش الميكروبيوم
بالسكريات الكتير، بمنتجات الجلوتين الكتير، بالمضادات الحيويه عمال على بطال، بالمأكولات المحفوظه والجانك فود. الحاجه الثانيه ان احنا نزود عددهم بان احنا ناكلهم الالياف، خضروات بالفواكه، والالياف زي الساليوم هاسك، حبوب الشيا، بذور الكتان، وحاجات كتير هنتكلم عليها بعدين. لازم ناكل الاكل اللي فيه مايكرو أطعمة مخمرة زي الزبادي والخضار المخمر مش المخلل، أنا عامل فيديو عن الموضوع ده. الحاجة الثالثة وآخر حاجة إن إحنا ناخد بروبيوتيك من بره، طبعا ده بعد استشارة الطبيب. نصيحة: كل ألوان الخضار كل يوم وهتبني جيش في أمعائك يحميك. نمرة 6 من الخطة الصحية هي المكملات الغذائية. عايز تعرف أهم المكملات الغذائية؟ تعالى وهدان هيقول لك إيه هي. أهم المكملات الغذائية دي فيتامين دي، من الحاجات المهمة جدا اللي ناقصة عند أغلبنا، بس قبل ما تاخدها لازم تروح للدكتور بتاعك وتعمل التحليل، ما تاخدوش من نفسك. فيتامين دي بيخش في حاجات مهمة كتير في حياتنا، ونقصه بيعمل مشاكل كتير جدا. المكملات الغذائية المهمة جدا طبعا في الألياف الغذائية، ممكن ناخدها كمكملات غذائية وبتفرق جدا في صحتنا. نمرة 7 ومن أهم الحاجات في الخطة: إزاي تزود هرمونات السعادة. عايز تعرف إزاي تزود هرمونات السعادة؟ تابعني وهدان هيقول لك إزاي. أهم خطوة في إن إحنا نزود هرمونات السعادة إن إحنا ننام كويس. نمرة 2 ممارسة الرياضة بتساعد على إفراز هرمونات السعادة. العلاقة الجنسية الحنونة، الشوكولاتة الداكنة والدارك شوكليت بتساعد على إفراز هرمونات السعادة. الإنجاز والعمل والقراية وكل النشاطات الكويسة اللي إحنا بنعملها وبنفيد نفسنا وبنفيد الناس بتزود هرمونات السعادة. في النهايه لو عايز الخطه كامله ابعت لي الخطه الكامله وانا ابعتها لك.